اتفضل. متشكر يا هانم. اهلا. الله، امال احلام فين؟ خرجت مع جلال، اصل مراد عنده حفله عزمهم عليها. والله ما انا عارفه ايه لازمه خروجهم مع بعض كل يوم ده، مع ان لسه ما فيش حاجه ابدا تمت. يوه ايه لزوم الكلام ده يا ست ام فايزه؟ ما هو لو كان سي حسين خلص الجهاز ما كانش حد قدر يقول بنت، انما بقى سي حسين مش عارفه مصهين على الجهاز ليه. والله يا ستي انا لا مصهين ولا حاجه. شوفي بقى يا ست ام احلام، بصراحه كده الحاجات دي كلها ما تهمناش، احنا اللي يهمنا اننا نفرح بجلال ابن اختي. وانتوا عايزين تفرحوا بابنكم واحنا مش عايزين نفرح ببنتنا؟ مش باين. مش باين ليه بقى؟ ده العادي. ما هو لو كنت صحيح عاوزه تفرحي ببنتك كنت دفعت بقيه تمن العفش اللي انت رامياها عند التاجر السوسين خرفين. انتوا بتتأمروا على ايه؟ دفعتوا مهر قد ايه عشان تبيعوا وتشتروا فينا؟ ما تنطقي بدل المصمصه دي. ايه بتكلم مع خرص؟ انطقي وخلصيني. مفيش لازمه يا ست زينب، مفيش لازمه للكلام ده، احنا خلاص بقينا اهل، مفيش داعي للزعل. الحكايه مش لازمه زعل، العفش وخلص لازم تصبروا علينا لغايه ما نخلص كل حاجه بعقل. عقل؟ انه عقل ده بقى انت بدك جلال يقعد يستنى سنين وسنين لما العفش يخلص والعروسه تبقى كركوبه؟ كركوبه؟ اخلصي، انت لسانك طويل كده ليه؟